يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي. وحشتوني كتير من آخر حلقة، وجايلكم النهاردة بحلقة جديدة. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم، بس عايزة أفكركم لو الحلقة النهاردة عجبتكم بجد ياريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة. وقبل ما نبدأ حلقتنا ياريت لو نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نشوف الحلقة النهاردة بتقول إيه. وقعد هيبقوا من على السلم بصرخة رجت البيت كله، وجري سالم بسرعة. سالم برعب: حياة هيرد عليا، حياة. رأفت والجدة راضية: في يا سالم ومالها حياة؟ ايه اللي حصل يا سالم؟ فيها يا حياة؟ معرفش، بس شكلها وقعت من على السلم. انا رايح بيها المستشفى على ما توصل هيكون البنت اتصفى دمها. استنى ما نجيب حاجة نوقف بيها النزيف ده. حط سالم حياة بهدوء على كنبة وربط راسها بشال عشان يوقف الدم، وقال بقلق وهو بيشيلها بسرعة: مش هقدر استنى اكتر من كده، تعالي معايا يا مريم. وساق العربية بأقصى سرعة، وبعد ما البيت بقى هادي خرجت من غرفتها وفي ايديها قماشة، وبدأت تمسح السائل اللزج اللي حطته على أول السلم، وهو صابون غسيل الأطباق. كان مخطط شيطاني مضمون نجاحه. وبعد ما تأكدت من مسح كل شيء نزلت بعدها ببطء على السلم وبتتصنع النوم، وقالت بدهشة ولقم: مالكم يا جماعة؟ مالكم قاعدين كده ليه؟ وحصل حاجة ولا ايه؟ رأفت كان منشغل بالاتصال على سالم. ردت الجدة راضية: انت كنت فين يا ريهام؟ ومش سامعة صوت حياة وصرختها وهي بتقع من على السلم؟ حاولت ريهام انها تكون اكتر براعة في اصطناع الدهشة المصاحبة للحزن والشفقة. معقول؟ امتى ده حصل؟ معلش يا جدتي، اصل كنت نايمة ومش حاسة بنفسي ولا بأي حاجة حواليا. طب هي عاملة ايه يا وردة دلوقتي؟ ان شاء الله تكون بخير. لسه مش عارفين، ربنا معاهم. وردة الصغيرة بعياط: انا عايزة ماما يا تيتا، انا عايزة اروح لماما. وراضية بحنان: ماما بخير يا ورد، ادعي لها يا حبيبتي، ادعي لها ترجع بالسلامة. ريهام من جواها بغل: ربنا ياخدها ونرتاح من خلقتها يا رب، الوقعة دي تجيب اجلها ونخلص منها بقى. وجري بيها جوه المستشفى. وانتوا بتتفرجوا عليا يا بهايم؟ ايه مستنين لما يتصفى دمها؟ اتحركوا بسرعة من مكانكم. وجه بسرعة ممرض عشان يشيل منه حياة ويحطها على السرير المتحرك. سالم برفض: ابعد ايدك عنها، شوف انت عايز تحطها فين وانا هحطها، لكن ايدك ما تلمسهاش. استغرب الراجل من طريقته وشاور بسرعة على السرير المتحرك، وحط سالم حياة عليه بهدوء وحذر، واتحرك طاقم التمريض لإسعافها على غرفة الطوارئ. الدكتور بحسن: انت اللي دخلك هنا يا استاذ؟ اتفضل اخرج بره واحنا هنقوم باللازم. اعمل اللازم بتاعك وانا واقف هنا في المكان اللي فيه مراتي وقدام عينيا. ما ينفعش كده يا استاذ، اخرج بره واحنا هنعمل اللي انت عايزه. الموضوع مش مستاهل القلق ده كله. انا مش استاذ، انا دكتور زيك، وانا مش هخرج من هنا غير لما اطمن عليها، ويا ريت تكشف عليها وكفايه رخي. بدأ الدكتور يفحصها. مالها يا دكتور؟ الوعد أثرت على حاجة فيها؟ رد الدكتور بعملية. الوعد سببت في جرح عميق شوية ومحتاج خياطة، وهو ده اللي خلاها تنزف ده كله. هخيط الجرح وبعدها هنعمل لها إشعة على جسمها كله عشان لو في أي كسور نجبسها. وبعد مرور ساعة ونص فتحت عينيها، لقت نفسها في غرفة غريبة وبصت حواليها وحست بوجع في راسها ورجليها اليمين. والتفتت ببطء، لقيت سالم واقف في بلكونة الغرفة وبيشرب سيجارته. سالم بص لها ورمى سيجارته من البلكونة وجه عليها بلهفة: حياة، انت بقيتي كويسة دلوقتي؟ لسه حاسة بتعب؟ راسي ورجلي اليمين وجعاني قوي. مسح على شعرها بحنان وقال لها: معلش يا حبيبتي، هو بس عشان الجرح اللي في راسك مكان الوقعة كان جامد شوية وتخيط، ورجلك اليمين مربوطة برباط ضغط عشان فيها كدمات بسيطة. معلش، ان شاء الله هتخفي وترجع احسن من الاول. الحمد لله انها جت على قد كده. بصت له بنظرة طويلة وهي شايفة خوفه عليها. لكن ليه التحول ده؟ هل بسبب اللي حصل لها؟ معقول خايف يفقدها؟ معقول هي تهمه للدرجة دي؟ حست بوجع راسها من كتر التفكير، وقرب سلم منها وقال لها بلهفة: حياة، من راسك لسه بتوجعك؟ انا كويسة، بس عايزة اروح البيت.
كمان ساعتين هنمشي نطمن بس على الأشعة اللي عملناها على المخ سليمة ولا لأ، عشان أنا مش هرتاح غير لما أطمن عليكي. وبعدين قوليلي إزاي تطلعي السلم بالشكل ده؟ إيه ما كنتش شايفة؟ غمضت عينيها بتعب. مش عارفة يا سالم، لقيت نفسي بقف على أول السلم، وبعدين في لحظة كده لقيت نفسي بتزحلق من عليه وبنزل مرة واحدة، وبعدها صرخت والدنيا اسودت قدامي. الحمد لله إنها جت على قد كده. نامي شوية انت بس، وهروح أشوف أنا الدكتور طلع الأشعة ولا لسه. غمضت عينيها بتعب وخرج هو من الغرفة بعد تنهيدة ارتياح. فاليوم بالنسبة له كان أصعب الأيام. رفع عينه على مريم اللي نامت على الكرسي بره. مريم، قومي اقعدي مع حياة جوه لحد ما ارجع. هزت راسها ودخلت لحياة. بجد؟ الحمد لله يا سالم. وجايين امتى؟ كمان ساعة توصلوا بالسلامة يا حبيبي. الحمد لله. قفلت الخط راضية بسعادة. بصت لها ريهام وسألتها بفضول، ايه يا جدتي، حياة بقت كويسة؟ الحمد لله يا ريهام، جت سليمة، شوية كدمات بس في رجليها وجرح في دماغها، واخد كام غرزة كده، والحمد لله بقت أحسن من الأول. أنا كده ارتحت، هقوم أصلي بقى ركعتين شكر لربنا. بصت لها ريهام بغل وهي بتقول لنفسها، هتصلي ركعتين شكر؟ طيب الجهات أكتر، وأنا مش هسيبك تتهني بيه، وموتك هيبقى على إيدي يا حياة. رن تليفونها بين إيديها وفتحت الخط. نعم، عايز إيه؟ يا بت ما تحترمي نفسك. في عندكم يا ريهام؟ أنا حاسس بحاجة غريبة بتحصل في بيت سالم. مفيش حاجة، كل الحكاية أنا حبيبة القلب وقعت من على السلم، وسلام خدها وراح المستشفى يطمن عليها، ولسه عارفين إنها بقت بخير. والد سألها بشك، وقعت من على السلم كده لوحدها؟ تصور. ريهام، انت اللي مدبرة الموضوع ده صح؟ أنا؟ اخص عليك يا وليد، ده أنا حتى قلبي رهيف، ولما بشوف حد متعور تعويرة بسيطة جسمي بيقشعر. ريهام بلاش الحركات دي عليا، لأن أخوكي وفاهمك أكتر من أمك اللي خلفتك. طب تصبح على خير بقى، عشان من كتر قلق على حياة معرفتش أنام كويس. هكلمك لما أصحى. سلام يا أخويا. وقفلت الخط وقالت بضيق وغضب، لازم أخلص من حياة، ولكن أنا هوقف الحرب شوية عشان محدش يشك فيا. شالها على دراعه وهو خارج من المستشفى، وكانت بتبص عليه بهيام. سالم نزلني. بصلها وابتسم لما لمح خجلها. مالك يا حياة، في حاجة وجعاكي؟ بصت في عمق عينه وهمست وقالت مش عارفة مالي. بصلها بعدم فهم، لكنه ابتسم وقال لها ده شكل الموضوع كبير، نكمل كلامنا في بيتنا. حطها في العربية في الكنبة اللي ورا، ومريم قعدت قدام. أنا عارف إنك لسه تعبانة وجرح دماغك لسه بيشد عليكي، فريح شوية جسمك لحد ما نوصل البيت. سالم أنا مش عايزة أنام، أنا كويسة، مش لا. هيسمع الكلام لو مرة واحدة من غير ما تردي عليا. راضية اتصلت بسالم في الطريق. أيوة يا جدتي، أيوة جايين، عايزك توصي حد من الخدم يعمل أكل الحياة ويكون جاهز على منيكي. لازم تتغذى كويس عشان الدم اللي نزل منها. تمام، في حفظ الله. وقفل الخط بهدوء ورن تليفونه مرة تانية. أيوة يا عماد، اجتماع وزفتي ايه؟ بقولك ايه، بلاش توجع دماغي. يستنوا يا عماد، خليها على الأسبوع الجاي. ويعني يا عماد كل حاجة تستنى، أنا مش هكلم حد، اعتذر بالنيابة عني. وقفل الخط بملل وبص عليها وهي نايمة والأفكار بدأت تهاجمه. يا ترى فعلا وقعت غصب عنك، ولا حد كان قصد يعمل فيكي كده؟ سكت شوية والشك بيزيد جواه أكتر، فصورة ريهام مش بتختفي من ذهنه بعد الحادثة دي. نفض الأفكار من راسه وقال بنفي مستحيل ريهام. طب هتعمل كده ليه؟ لا أكيد مش هي. حطها على السرير ببطء وابتسمت راضية وقالت بحمد الحمد لله على سلامتك يا بنتي، يا رب اللي كرهينك. الله يسلمك يا ماما. ورد وهي بتجري على حياة وبتدخل أحضانها. ماما بالراحة يا ورد، ماما لسه تعبانة. بصت له ورد بابتسامة. حاضر يا بابا، أنا آسفة يا ماما. ابتسم سالم وقال بحنان ولا يهمك يا روح بابا، فداكي حياة كلها. ابتسمت هي بخجل وقالت الجدة راضية لسالم روح انت يا سالم بقى ارتاح في أوضة تانية،
شكلك تعبان، وانا هقضي اليوم مع حياة عشان ما تبقاش لوحدها، يمكن تحتاج حاجة، ومن قال انها هتبقى لوحدها؟ انا معاها وهعملها اللي هي عايزاه، وبعدين انا كويس مش تعبان. يا ابني بطل مقاوح، انت شكل جسمك تعبان من قلة النوم من امبارح. انا كويس يا جدتي، روح انت بس وارتاحي وما تقلقيش على حياة. حياة باعتراض: سالم روح ارتاح انت، انا كويسة، ما تقلقش عليا، انت وماما راضية، انا هعمل كل حاجة بنفسي يعني ايه هتعملي كل حاجة بنفسك؟ انت مش شايفة شكلك يا هانم؟ ولا عايزة تقعي تاني وانا مش موجود جنبك عشان الحقك؟ يا سالم انا بلا سالم بلا زفت، هي كلمة واحدة، انا اللي هقعد معاكي الايام الجاية لحد ما احس انك بقيتي كويسة. راضية باستغراب من افعال حفيدها: طب ومصنعك وشغلك يا ابني؟ كله يتأجل اليومين دول، وبعدين كلها كام يوم وحد العمال اجازة العيد. راضية بسعادة من بداية تغير حفيدها مع مراته للأفضل، وأيقنت إن بريق عينه ده لمعة حب. بصت حياة الورد اللي في أحضانها ولقيتها نامت. راضية الحياة: الحمد لله إنها نامت، بالليل معرفتش تنام غير ساعتين من قلقها عليكي، طلع حنينة قوي زي حسن. لمحت راضية تغير سالم فغيرت مجرى الكلام: هاتي يا حياة ورد عشان أحطها في أوضتها عشان تعرفي ترتاحي. أخدتها وخرجت وقفلت الباب وراها. اتنهدت حياة وقرب سالم منها وقعد جنبها. دخلت مريم بصينية الأكل، أخدها سالم وحطها قدام حياة ولسه هيأكلها. حياة بتعب: ماليش نفسي يا سالم، أنا محتاجة بس أنام، أنا هاخد العلاج بس وأنام. اسكتي يا شاطرة وكلي وانتي ساكتة وبطلي دلع. ده مش دلع على فكرة، أنا بجد ماليش نفس، أنا هفتح نفسك ما تقلقيش، أغلبية الأكل هخلص لك أنا على نصه، والنص التاني عليك انت طبعا. فتحت بقها بحرج وحط الأكل في بقها بصمت: إن شاء الله الصبح هتبقى أحسن، وكلها يومين والكدمة البسيطة اللي في رجلك دي هتخف، الجرح بس اللي هياخد وقت على ما يلم. الحمد لله، شكرا يا سالم. شكرا عليا بالظبط، على تعبك معايا وعلى كل حاجة عملتها علشاني لحد دلوقتي. اتنهد من طريقتها الرسمية معاه: أنا مش بعمل حاجة أستاهل الشكر عليها، أنا عملت كل ده عشان أنا جوزك وانت مراتي، ولا نسيتي؟ دي الحاجة الوحيدة اللي محدش يقدر ينساها. ابتسم بضيق وقفل عينه بتعب، فاليوم ده كان صعب عليه نفسيا وجسديا. ريهام لسه ناوية على الشر، يا ترى هتعمل ايه تاني في حياة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات اللي جاية. تابعونا يا حبايبي.